طيب انا لسه ده تالت يوم حاسه فيه بمشاعر الفقد. مشاعر الفقد اللي انا خايفه منها. لان فجأة والدي بدأ يعيا، ويعيا ايه يعني؟ ربنا يستر وما يبقاش فشل كلوي. وهو فشل كلوي معناها هفقده. وامي بيجيلها غيبوبة سكر كتير جدا جدا. اخر مرة جات لها كانت بتتشهد على نفسها، كانت قوية شوية، وهي من النوع اللي بيظبط السكر واخدة بالها يعني، مش مهملة يعني. بس الاتنين في اوائل التمانينات. فالمشاعر بتاعة الفقد دي يعني، بصوا يا جماعة، انا عمري ما تخيلت، استغفر الله العظيم، ان ابويا وامي يجرالهم حاجة. عارفة أنا سنة الحياة، بس يمكن علشان كانت أمي حتى مرة زمان قالت لي لما جدتي الله يرحمها توفت، كانت ماما بتقنعني يعني أتجوز، كأن أنا مثلا مش مقتنعة يعني، كأني مثلا بتبطر مثلا يجيلي عريس كويس وأنا أرفضه، مش مثلا كل اللي بيجيلي مش متقبلاه، أو هو يعني مش مناسب أو يعني المهم. فكانت دايما تقولي بصي، ستك ماتت وانا حزينة عليها، بس لما بروح البيت بتلهي فيك وبتلهي في البيت ومش عارف ايه. فزي ما تقولوا انا مش متجوزة وبالتالي مش مخلفة، فبالتالي ما عنديش الحاجة اللي تلهيني. ومع ذلك انا مش حاسة بوحدة يعني، انا بجد والله مش بقول الكلام ده بقرع عليكم ولا بقول اي كلام يعني انا البنت القوية، لا، انا زي اي ست يعني. عادية يعني، بس انا مش قادرة اتصور اني هقدر اعيش من غير ماما او بابا او الاتنين. ودايما ماما كانت تقولي هو انتي ليه حطانا في خانة ان احنا الاتنين هنموت في وقت واحد؟ يعني انا عدم احساسي بالامان ان الدنيا هتخرب وبتاع، فبتقولي هو انتي ليه محسسانا ان احنا الاتنين هنموت في وقت واحد؟ دلوقتي هما الاتنين مع بعض، تعبوا مع بعض. فانا عندي مشاعر سيئة جدا، مش عارفة اعبر عنها. و... وحتى يعني كوني ان انا بحكي لكم على حاجة زي كده، دي حاجة مش لطيفة بصراحة. آم، بس انا عايزة اتكلم، يعني عايزة اتكلم. لسه انا كنت معيطة من شوية، وانا من الناس اللي بيجبر العياط قوي، لان انا عندي سابق تجربة في الموضوع دوت، وعارفة قد ايه قدسية واهمية العياط في حياتنا. لانه من غير العياط يعني احنا زينا زي المجانين كده، ما عندناش يعني ما بنعرفش نلعب على مشاعرنا يعني. بعيط علشان سبب برضو ليه علاقة بالخوفي من فراق اهلي، وهي اني اهم حاجة في حياتي، في حياة اي ست، الغريزة اللي عند اي ست. يعني ممكن الراجل يكون بيتجوز عشان السكس، الست بتتجوز عشان طيب. قبل ما الشاي يجهز، كنت بتكلم في موضوع خوفي من الفقد. بصوا، انا عامله شعري كيرلي عشان بس محدش يقول انتي مش مسرحه شعرك، لا انا مسرحه وكل حاجه، بس انا عاملاه كيرلي لانه المود بتاعي كده يعني. ف انا بقول لكم بتكلم على الجواز والخلفه وكده. انا عندي صدمه انه خلاص انا تميت 50 سنه، ويمكن كمان في شهر 7 اللي جاي هتم 51 سنة. فخلاص يعني ما بقيتش قاد الطبيعة، خلاص ما بقتش تخليني او تسمح لي اني انا ابقى حتى لو اتجوزت. فالموضوع ده عامل لي صدمة كبيرة كبيرة، خاصة ان انا طول الوقت كان نفسي ابقى يمكن مرة كتبت جواب لولادي اللي ما شفتهمش، ويعني قلت لهم ان انا نفسي اشوفهم واني بحبهم، ومن كتر ما انا بحبهم ما اتجوزتش، لاني بحاول اختار لهم اب وما لقيتش اب مناسب.
ولما بلاقي الأب المناسب بيكون في مشاكل تانية عنده، أو هو أنا أكون مش متقبلاه أو هو يكون مش متقبلني، ولو إن نادر إن يبقى في حد يعني مش متقبلني. مش غرور، بس هي يعني هي دي الحقيقة اللي حصلت يعني. ف أم، بقول لهم ان هما يعني وحشني وان نفسي اشوفهم، وان انا جديرة باني اكون امهم، واوعدهم ان انا اكون جديرة باني اكون امهم، واني هحبهم قوي من كتر حبي ليهم مش قادرة اجيبهم لحد دلوقتي. يا نهار اسود. انا مش ممكن، انا خلاص انا اتضايقت لان انا عمالة اتكلم اتاريني مش بسجل. انا بقول ان انا يعني انا مش عارفة طبعا انا وقفت لحد فين، لكن انا بقول ان انا جالي صدمة ان انا خلاص الطبيعة حرمتني ان انا اخلف حتى لو اتجوزت. آم، وانا مش من النوع الاناني اللي هو انا عايزه اخلف وخلاص. ولا عايزه ابقى سنجل ماذر طبعا، لان انا عايزه ولادي دول يكون ليهم اب يعيشوا في اسره سويه زي ما انا عشت في اسره سويه. انا خايفه من الفقد جدا. يا جماعه انا اعتزلت كل ما يؤذيني وكل من يؤذيني، قرار عشان اريح دماغي. فممكن اكون اعتزلت كل ما يؤذيني ومن يؤذيني، لكن مش حاسه بالوحده اطلاقا. لكن انا خايفه من الوحده، خايفه من اني ما يكونش ما عندي ماما وبابا، لان هما في النهايه سند جامد قوي يعني. حد ممكن يتضايق من الفضفضه اللي انا بفضفضها دي، بس هعمل ايه يعني. انا من انصار زي ما بقولك، انا معرفش انا وقفت لحد فين والله. انا بحاول ان انا ما عادش كلامي، بس انا كنت بسجل واكتشفت مرتين ان انا ما بسجلش. ف انا قلت لكم ان انا كتبت جواب لولادي علشان انا بقول لهم فيه ان هم وحشيني ونفسي اشوفهم، وان انا ما جبتهمش لحد دلوقتي لاني بدور لهم على اب. كنت طبعا بدور لهم على اب لحد ما العمر جري بيا وبقيت 50 سنة وما اقدرش اخلف. فده عامل لي صدمة كبيرة، صدمة انا محتاجة اتعالج، فعلا محتاجة اتعالج نفسيا. ازاي اتجاوز الصدمة بتاعت اني مش هقدر اخلف حتى لو اتجوزت، لان دي احلى حاجة في الجواز اصلا. لان انا طول عمري بحلم ان انا يبقى اتجوز اخلف 10 عيال، مش ان مفيش خالص. عندي مشاعر كتير قوي عايزة اطلعها في حد، بطلعها ساعات، بس للأسف بطلعها في ناس رغم قربهم، لكن الحقيقة بكتشف انه ما بيتمرش، ما بيتمرش خالص، ما بيتمرش لدرجة انه يعني بتغفل. في ناس بتمثل عليا المشاعر، مش راجل وست، حد، ناس قرايبي، حد اعرفه، حد اعرفها كده، تمثيل يتمثل عليا ان اللي قدامي ده بيحبني زي ما انا بحبه، وعماله ادي ادي ادي، وفي الاخر باخد البومبه الكبيره. كنت بفتكر بقى ان انا لو خلفت فدي مش هاخد البومبة الكبيرة، لان الطفل ده هيبقى مني انا، بتاعي يعني، فانا منه وهو مني، فهو هيحبني باي ديفولت يعني، زي ما انا كمان هحبه باي ديفولت، بس انا هحبه لان هو يستحق الحب. وكنت هربيه على انه ان هو كائن يستحق الحب. انا مش بحبه عشان خاطر ان انا ابقى امه بس، قدر الله وما شاء فعل. بس انا فعلا انا عايزه اقول لكم انا اسفه ان انا يعني بفضفض كده، بس انا اصلا بدات قناتي دي بتكلم عن نفسي يعني. انا حد من زمايلي قالوا لي انت حكاءه وعندك قصص كتير، لان انا جالي عرسان كتير يا جماعه بطريقه رهيبه رهيبه، يمكن مفيش حد جاله عرسان قدي. أم، فقال لي انت عندك قصص كتير احكي. فبدات قناتي وجهه نظر، هاشتاج وجهه نظر بالتاء المربوطه، وجهه بالتاء المربوطه، احكي فيه عن العرسان اللي جولي. عن في حلقه مع دكتوره هبه درباله اللي كانت امينه حزب العلماني تحت التاسيس اللي ما بقاش موجود اصلا. كانت بتعمل حلقه عن الانسات، البنات اللي شكلهم حلو، اللي يعني فاتهم سن الجواز زي ما بيقولوا، وعايشين ازاي، مشاعرهم ايه. هتلاقوها على قناتي، هتلاقوها في البلاي ليست، وتدخلوا على صفحة دكتورة او قناة دكتورة هبة دربالة هتلاقوها برضو الحلقة دي. ايناس احمد، هتلاقوها باسم ايناس احمد. ف عايزة رأيكم، مبسوطين بالفضفضة ولا أكمل فيها ولا لأ؟